اربي ارضي ولا بطاريات؟ يعني انا عايز اقول لك ان دايما اي مبتدئ داخل في المجال ده لازم يسأل السؤال ده. طيب انا عشان اريحك واختصر عليك ومعلومة لوجه الله، انت لو لسه مبتدئ واول مرة تشتغل في مجال تربية الفراخ البيضاء عموما، انصحك تبدأ على الارض. ليه طيب هتبدأ على الارض خصوصا انك مبتدئ؟ لان مبدئيا تربية البطاريات بتكون يعني صعبة شوية، بمعنى ان الكثافة العددية بتكون اعلى في المساحة، فبيبقى محتاج تهوية وتدفئة بالمسطرة، وده طبعا صعب انك هتقدر توفرها وخصوصا انك مبتدئ. طيب بالنسبة للنشارة فانت يا دوب هيبقى عندك مكان، يا دوب كل اللي عليك انك هتجهزه وتفرشه نشارة، تجيب شوية سقايات شوية علافات، وهتبدأ بعدد بسيط وتتوكل على الله. فهتيجي تبص الموضوع بالنسبة للتكلفة هيكون أقل بكتير، بالنسبة للخبرة هيكون أفضل بكتير. لكن أنت مشروع لسه جديد عليك، لا أنت عارف أصلا هتحبه ولا مش هتحبه، هتكمل فيه ولا مش هتكمل، فليه تروح تشتري معدات بالشيء الفلاني ولو استخدمتها دورة واحدة حتى بس وجبت بعد بقى مستعملة بنص الثمن؟ فأنت كده بدل ما هيبقى مثلا دخلت في مشروع وفشلت بيه مثلا على قد الخسارة بتاعة دورة رأس المال، لا أنت هتبقى خسرت فيه كمان آه، جزء كبير من فلوس المعدات اللي انت صارفها. طب ليه طيب؟ طب ما نبدا على الارض الاول اللي هي على النشاره مثلا، وواحده واحده نجرب. الدنيا جت معانا والدنيا ظبطت معانا والمشروع جاي معاك سكه، خلاص ابدا واحده واحده طور تدريجي. لكن ما تجوش، يعني مش عايزك تيجي فاتح صدرك في الاول وتقول لي انا عايز ابدا كل حاجه بالملي وكل حاجه اوتوماتيك وكل حاجه نظام حديث وكل حاجه تشتغل لوحدها. لا، انا عايز اقول لك ان مهما كان العنبر بتاعك اوتوماتيك بالكامل 100%، فلازم ولا بد ان انت عينك تكون في وسط راسك برضه، ويكون حد ماشي في وسط الفراخ 24 ساعه. وطبعا لان كل ديت في النهايه معدات، يعني مواتير، يعني مكن، وارد انها تخطأ، وارد انها تغلط، وارد انها تعلق، وارد انها تبوظ. ولكن الشخص اللي موجود او العين الحيه اللي موجوده في المكان هي اللي هتقدر تميز. فيبقى لازم ولا بد انك تبدا على قدك بعدد بسيط وتربى على الارض وتفهم الدنيا فيها ايه، وواحده واحده تبدا تطور من نفسك وتكبر، واللي ناقصك تجيبه وتشوف اللي انت محتاجه ايه. لكن الموضوع ما تاخدوش بعفويه كده، لان في ناس كتيره برضو معلش يعني بتبيع وعايزه تكسب، فبتستغل جهلك، لا مؤاخذه في الكلمه، يعني جهلك بالمجال، فبتبدا انها تبيع لك الهوا، وانت يعني بتتدبس وبتشتري في الفاضي. فانا عايزك قبل ما تبدا، لو انت لسه مبتدئ، بسم الله الرحمن الرحيم كده تبدا على قدك بحاجه بسيطه، 100 200 300 400 فرخه، تجرب فيهم مره، في الثانيه تبدا تزود تدريجي، بعد كده تشوف مصلحتك ربنا يسهلها عليك، الدنيا ظبطت تتوسع وتكبر. غير كده فانت بتضحك على نفسك وتضيع وقتك وبتخسر فلوسك، وربنا ما يخسر اي حد ابدا. واي حد عنده استفسار يسيبه لنا في تعليق، واهم حاجه دايما عايزك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سلام.